لكن أنت أنا قد قلين يندون يا إن أن كتشواب تعليق يروي سوق علي أوليه وداد مصري يعني وداد مصري ومصر تشوبه أي أرنتي قارسيين ويكون إلى هذا واحد شراء وداد إلى هذا خالد بن محمد وداد شو محمد الله إلى هذا شراء لهانوكية تشوبه ويري سلفية وحي باللابتي دقالكي خليج كدي سدح وداد باب اللابي الشيخ محمد أمان الجامي الشيخ ربيع هي مقبل من هادي عليهم الرحمة والمغفرة جميعا مركا waxaa la weydiiyay wadaadkaasi hadalkaasi ma saxba marka wuxuu ku jawaabay jawaab marka la isku soo ururiyo uu leeyahay manhajkii salafka ka manhaj buu uga hadlay kadibna wuxuu sheegay manhajka in lagu abtirsado inay sax tahay manhaj horena uu yahay mid uu yahay oo laba manhaj aysan jirin سلفية علمية هي سلفية حركية إننا كلا جرين وحلا إلى هذا السلفية الحركية إن خوارجيين أرنكاسنا إنه استقدر مضي لامها أمني قار كمذا كديبنا هو عدي فرق يقول حي وكلو الشيء سلفية إن إلى هذا الجامع إن الله نسبة أما مدخلي إنه همزي يلمزي يعني أفلقادي عي كديما وحو الشيء ويدو كمدي هاي الشيخ محمد حسان أو إسحاق الحويني سفر يا سلمان إنه قطبيين إخوانيين وخوارجه خوارج النوع اللي يقانوا قعدده وأكوا مقالوا ينك تشوقون تقال كتجنوال وحو كل لأنه وحي فهمين فهم كي سيد قطب بي فهمين وقاتين مسألة حاكمية اللي يراه وكاسو حقوق دري دقال ما ينقلين لكن سيد محمد حسان وكاله أرنتي مصر كان عضي سو قوابت موسى تيغن ودقال مكري لكن دان يردو كعيي مظاهرات كي يوحيبو كقيب قال كعين تود سو قرقي سفري ساس دراديد وخوارج قعدة بود خوارج قعدة وذات كامر قوان ربا toban su'aalood oo fariinayna u diro qoladii warkii hore gaarsiisayna waxaan ka codsanayaa inay u geeyaan su'aalahaas su'aasha koobaad عربي baan waliba ugu sheegay إذا كان من فهم الإسلام على فهم رجل معين ينسب إليه كما ذكرت فما المانع أن تنسبوا أنت وجماعتك إلى الجامع والمدخل اللذين تطبقون الإسلام والمنهج على فهمهما لا على فهم السلف الصالح وهل قارنت أيها الشيخ بين منهج السلف الصالح وأئمته قديما وحديثا وبين من فرد به هذان الشيخان وأتباعهم لتتأكد من كون النسبة إلى الجامع أو المدخل همزا ولمزا أم كونها حق حتى تعرف وتتأكد هل قارنت ودرست؟ السؤال الثاني نعرف أن السيد قطب أخطأ في قضايا كثيرة وكبيرة لكن السؤال ما هو الفهم الخارجي الذي انفرد به سيد قطب في مسألة الحاكمية بقيد الخارجي ثم من العلماء سبقكم أنت وجماعتك إلى أن السيد قطب كان خارجيا وأن له حكم الخوارج من سبقكم إلى هذا؟ السؤال الثالث ما الدليل على أن هؤلاء المشايخ الذين ذكرتهم محمد حسان أبو إسحاق الحويني سفر الحوالي سلمان عودة أخذوا فهم السيد قطب في قضية الحاكمية؟ ما الدليل؟
مع العلم بأن كتبهم ودروسهم مليئة بتقرير قضية الحكم بما أنزل الله. هذه كتبهم ودروسهم ومحاضراتهم. فما الدليل على أنهم أخذوا فهم سيد قطب؟ ما المستند في هذه القضية بالذات؟ السؤال الرابع: ما مستندك أيها الشيخ في الحكم على هؤلاء بأنهم خوارج؟ أو بعبارة أخرى، ما هو الأصل الذي خرجوا فيه وخالفوا فيه أهل السنة والجماعة؟ ما هي القاعدة والأصل الذي خرج فيه هؤلاء وخالفوا به أهل السنة؟ أين هذا الأصل؟ السؤال الخامس: إذا ثبت أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة أو في أصل من أصولهم، فما هو ضابط إخراجهم عن منهج أهل السنة والجماعة؟ وهل مجرد المخالفة تقتضي ذلك، أم لا بد من ضوابط في الحكم على الأعيان عند السلف وأئمة الهدى؟ هل مجرد أنهم خالفوا في أصل، حتى لو قدر، لو افترضنا أنهم خالفوا في أصل، هل مجرد المخالفة تقتضي على الحكم على الأعيان بأنهم خوارج، أم المسألة لها ضوابط؟ السؤال السادس: ذكرت أن هؤلاء المشايخ لا يقاتلون، لكنهم يزينون القتال ويهيجون الشباب في المظاهرات كمحمد حسان، فهل من شارك في مظاهرات أو هيج الناس فيها يعد خارجياً ويأخذ حكم الخوارج، أم غاية ما في الأمر أن ذلك مخالفة شرعية، مجرد مخالفة شرعية سميها مخالفة معصية، لكن حكم الخوارج وهم خوارج بمجرد تهييج مشاركة في مظاهرة خوارج؟ من سبقك إلى هذا أيها الشيخ؟ السؤال السابع: ما هو التشابه أو التوافق والتماثل بينهم وبين الخوارج القعدة في المعتقد حتى يصح هذا الإطلاق عليهم وينضبط الأمر؟ سماهم خوارج قعدة، والخوارج القعدة لهم معتقد معين، فهل هؤلاء المشايخ يماثلونهم أو يشبهونهم في المعتقد؟ وين التشابه بين الفئتين؟ ثامناً، السؤال الثامن: ماذا تقول أيها الشيخ في خروج أعداد من الصحابة والتابعين بالسيف على يزيد بن معاوية في وقعة الحرة في المدينة، وخروج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة على يزيد بن معاوية، ومن شارك في وقعة الأشعث من الصحابة والتابعين؟ هؤلاء خرجوا على إمام وخرجوا بالسيف، مش بالكلمة بل بالسيف. هل تستطيع أن تقول هؤلاء أنهم خوارج؟ هل تستطيع أن تجرأ وتقول أن هؤلاء الأئمة والصحابة والتابعين هم خوارج لأنهم خرجوا على إمام؟ طيب، بماذا تجيب؟ إذا قلت هم خوارج فالأمر واضح، لكن إذا لم تقل هم خوارج ولن تستطيع أن تقول، فما بالك تقول لمن لم يقاتل ولم يأخذ السيف ولم يخرج، مجرد أنه شارك في مظاهرة تقول خوارج؟ ولا تستطيع أن تعطي هذا الحكم من خرج فعلا وقاتل بالسيف. مسألة ما هي مسألة خروج، ليست مسألة الحكم على الأشخاص، وإنما هي مسألة اجتهاد خاطئ.
اجتهاد خاطئ، وفرق بين اجتهاد خاطئ وبين مسألة الخروج والحكم على الناس بالخوارج بأنهم خوارج. طيب، السؤال التاسع: من سبقكم أيها الشيخ إلى هذا الحكم من العلماء غير طائفتكم التي توزع الأحكام الجائرة بدون ورع ولا ضوابط شرعية؟ من سبقكم إلى أن هؤلاء المشايخ هم خوارج غير طائفتك هذه؟ السؤال العاشر وهي الأخيرة: ما هي العلاقة أيها الشيخ بينك وبين الجهاز الأمني الذي ذكرت أنك تعاونت معهم في بيان خطأ تقسيم السلفية إلى سلفية حركية وأخرى علمية؟ ما هي العلاقة بينك وبين الجهاز الأمني، بين المخابرات الذين تشرح لهم وتبين لهم ذلك؟ أنا أنتظر توصل هذه الأسئلة إلى الشيخ أبي الأعلى ويجيب، وتكون المناقشة عند ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نبئنا بعلم إن كنت صادقا، قدموها ثم يجيب إن شاء الله تعالى، وأطلب منه ألا يجمل، لأن الإجمال أو التعميم في موضع التخصيص مما يفسد العلم. نعم. أنت أودات كاسان ولا كذا؟ إذن كحبا إذن كما قال wadaadka arrinta la soo geliyey ayaan rabaa inuu ka soo jawaabo. markuu ka soo jawaabo baa niqaashkeedu noo dhaxeeya.